السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم مها رخا، فيديو جديد من المطبخ لعبتي. ان شاء الله باذن الله احنا هنعمل النهارده طاجن مسقعه في الفرن وان شاء الله يعجبكم. معانا هنا كيلو بدنجان انا مقطعاه شرايح كده ومتبلاه بالملح والخل والليمون عشان ما يشربش مني زيت كتير ويبقى فيه زيت كتير فيه. معايا هنا البهارات، مش هاخد الا كمون بس وكزبره ناشفه وفلفل اسمر وملح، وهنا معايا فصين توم، وهنا معايا شرايح فلفل احمر، ومعايا هنا طماطمتين انا مقطعاهم شرايح، ومعايا هنا معلقه صلصه واحده بس، ومعايا قرنين فلفل اخضر برضو مقطعاهم شرايح كده، ومعايا تتبيله المسقعه. التتبيله ايه هي؟ فصين توم على معلقتين خل ومعلقتين ليمون وشطه حمراء مطحونه وكمون، ومعايا هنا طماطمايه صغيره مقطعاها مكعبات صغيره خالص كده، ومعايا فصين توم، ومعايا بقدونس على كزبره، ومعايا خل، ومعايا ليمون، ومعايا بهار وشطه حمراء. انا دقاها عامله صلصه شطه حمراء كده عشان تدي طعم وتدي ريحه للطبق بتاع المسقعه النهارده. هنا بقى التتبيله اللي انا عاملاها دي هوزعها كده على الباذنجان بتاعي عشان يتبل كويس يبقى له طعم، وهسيبه عليها حوالي نص ساعه كده. وبعد كده كده يا حبايبي بعد ما تبلناه وقعد نص ساعه هنبتدي نحمره مع بعضين كده. يا جماعه الزيت معايا سخن، بسم الله. هنحط بقى الباذنجان بتاعي كده نحمره بالشكل ده كده. لازم الصينيه بتاعت الزيت بتاعتك يبقى الزيت فيها غزير عشان يطلع كله لون واحد، مفيش حته تطيب وتحمر والثانيه تبقى لسه ما احمرتش. هحمره واوريهولكم كده يا حبايبي. نكون حمرنا الباذنجان كله بالمنظر ده كده، كله طالع كله لون واحد، لان احنا كنا حاطين الزيت كتير وغزير في الصينيه عشان يتحمر كله مع بعضه ويطيب كله مع بعضه. وبعد كده عادي تصفي الزيت عادي وتشيلي منه الشوايب اللي فيه وتحطيه في اي حاجه تانية لتحمير الباذنجان، تحمير السمك، بس ما تحمريش فيه بطاطس، لان لو حمرت فيه بطاطس هتسمر. الخطوه اللي بعد كده بقى؟ بسم الله. وكده يا حبايبي حطيت الصينيه تاني على النار وحطيت فيها معلقتين زيت، وكده هنزل الثوم معايا بالشكل ده كده، واول ريحته ما هتطلع هنزل عليه بمعلقه خل. ده الطماطم، عشان الطماطم انا عاملاها جيلان تخينه شويه مش مرققاها يعني عشان ما تتهريش مني وتتن بالمنظر الواحده بوحدتها كده. كده يا حبايبي قربت يعني نزلت ميه بس كده منها، اجي احط عليها الفلفل الالوان بقى بتاعي الاحمر اهوت معايا والفلفل الاخضر بالشكل ده كده، وهاجي عامله بقى معلقه الصلصه اللي احنا قلنا عليها، بس معلقه صلصه على معلقه خل. وهعمل طبعا انا كل حاجه من دي ضايقاها. طبعا الكمون على الكزبره هنزلها بحالها لان المسقعه روحها الكمون والكزبره، وربع معلقه فلفل اسمر وشويه ملح صغيرين. الحاجه عندي انا متبلاها بحالها مش محتاجه ملح كتير. ان شاء الله هيبقى طبق مسقعه، طاجن مسقعه في الفرن هيعجبكم، وان شاء الله تدعموني عشان يوصلكم كل جديد من اعمالي، ويا رب اللي انا بعمله يعجبكم. كده بقى يا جماعه كان باقي معايا الصوص اللي باقي من التتبيله بتاعت الباذنجان خساره، هنزله هو كمان عليها كده يديها طعم ويديها مزه كده بالشكل ده كده. ان شاء الله هسيبه بقى مع بعضه كده يشيل ويحط مع بعضه بالبهارات والتوابل والثوم 5 دقايق وهطفي عليه كده يا حبايبي. انا خلصت التتبيله بتاعتي اللي انا هنزل فيها المسقعه، وانا كده حمرت الباذنجان اهو بالشكل ده.
هحطه وهقلبه معاها كويس جدا. بعد كده هنحطه في الطاجن بتاعنا واقول لكم هنعمل الخطوه اللي بعديها ايه. كده يا حبايبي انا قلبت البدنجان اللي انا محمراه في التتبيله بتاعتي، وبعد كده هنيجوا بقى بسم الله نقلينه فين؟ في الطاجن بتاعي بالمنظر ده كده. كده حبايبي، كده يا حبايبي انا حطيتها كده معانا في الطاجن ووزعتها حلو خالص فيه. هعمل بقى الصوص بتاع البشاميل بتاعي اللي هو انا هنزله في البرام عشان ادخله الفرن بيها. كده بقى يا جماعه انا حطيت الصينيه على النار وحطيت عليها معلقتين زيت كده سخنتهم، وهعمل ايه بقى؟ هحمر فيهم معلقتين الدقيق دول بالمنظر ده كده اهو، بالمنظر ده حمرهم كويس عشان ده هيبقى الصوص وش الطاجن بتاعي اللي انا هعمله في الفرن اهو. كده يا جماعه انا بقى ايه؟ هفصفص باللبن اهو بالمنظر ده كده عشان يطلع صوص حلو وتقيل، واحطه للطاجن بتاعي. كده يا حبايبي الصوص بتاعها خالص خالص اهو. هبتدي بقى ايه؟ اوزعه بقى بسم الله. كده يا حبايبي عملته بالمنظر ده كده وحطيت صوص البشاميل بتاعه عليه. ان شاء الله هدخله الفرن. هو مش عايز حاجه، انا هدخله الفرن ياخد وش، هو طايب. وبكده يا حبايبي كانت معكم مها رخا في المطبخ لعبتي بطاجن المسقعه اللي عملناه النهارده مع بعضينا. ان شاء الله يعجبكم والطريقه تعجبكم، وانتظروني في وصفات تانية كتير، وان شاء الله باذن الله عن قريب هعمل معاكم زغزغينه.